السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بس حبايبي، يا رب يعني يعجبكم. عملنا معاكم الحواوشي وطريقة سهلة وبسيطة، ودعوة حلوة لأم مصطفى. واعملوا لي لايك وشير وفعلوا لي الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. وقلت لكم لو في اي حد عايز وصفة جديدة او اكلة جديدة يقول لي عليها ويكتبها لي في التعليقات الجميلة اللي انتوا بتكتبها لي. اشكركم جدا قوي على اللي انتوا بتعملوه معايا واللي انتوا بتقولوه لي، بيشجعني. وربنا يبارك لكم يا رب ويكفيكم شر المرض ويخلي لكم اولادكم. انا ببقى مبسوطة قوي ببقى معاكم، ويا رب ما اكونش طولت عليكم. تعالوا نشوف، تعالوا نخش ان شاء الله على المقادير وتعالوا نخش على التحضير. اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير وبصحه وسلامه يا رب وفي سعاده. انا النهارده قلت ان شاء الله اعمل معاكم الحواوشي، ان شاء الله اللي هو بتاع المحلات بره وعلى اصله. ان شاء الله هنعمل الحواوشي الحاتي وهنغلب كمان. آه ان شاء الله، يعني ان شاء الله بمشيئة الرحمن هنعمل ان شاء الله الحواوشي. معانا يعني قطعة من اللية، دي قطعة من اللية، او قطعة من الدوش او من البوش يعني. ديت لازم تكون في الحواوشي علشان يعني بتدي نتيجة حلوة. ومعانا نص كيلو لحمة، معانا 3 بصلات. النص كيلو لحمة بيعوز نص كيلو بصل. اللهم صل على النبي. برضو فلفل رومي، فلفل الوان زي ما انت تكوني عايزه، وفي قرن فلفل حامي بسيط كده. تعالي نشوف هنعمل ايه ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا هننزل الاول بالبصل. البصله ديت يا جماعه مبشوره. لو انت عندك كبه اعمليها فيها يا بركه حبيب رسول الله. حبايبي حطيت اللحمه وحطيت البصل وحطيت الفلفل. دي معلقه كزبره، معلقه فلفل اسود، معلقه 7 بهارات، ودي معلقه نشا. ودي معلقه نشا، معلقه ايه كبيره كده يا جماعه. معلقه ملح، ودي كده معلقه كفته الحياتي بهارات برضو. ودي معلقه بيكنج باودر يا جماعه. دي بتخلي اللحمه ما تبقاش مكتومه في قلب الرغيف. ودي من اسراره برضو.
احنا بقى ايه جنب ايدينا، احنا بنعمل الحاجة في قلب بيوتنا واحنا اللي بناكل، وطبعا عارفين الحاجة اللي احنا بنعملها. يا بركة حبيبي رسول الله. يا بركة حبيبي رسول الله. نقول احنا برضو قلنا حطينا ايه ان شاء الله. حطينا قطعة من اللية بشرناها، بشرنا بصل 3 بصلات، نص كيلو بصل، نص كيلو لحمة. اللهم صل على النبي. بهارات اللحمة، قلت لكم بهارات معلقة من اللي هي البهارات كفتة الحاتي. معلش انا اسفة. واللهم صل على النبي. حطينا فلفل، انا 3 قرون فلفل قطعناهم صغير، حطيناهم ان شاء الله. واللهم صل على النبي. حطينا معلقه كزبره، معلقه كزبره ومعلقه ملح ومعلقه فلفل، معلقه فلفل اسود كبيره. برضو قعدنا نعجن فيها شويه كده. وعندنا العيش بتاعنا انا بعملاه ببخة زيت واللهم صل على النبي وبخة ميه صغيره، وعيش بلدي يا جماعه. هعمله لكم المره اللي جايه ان شاء الله بالخبيث في قلب البيت ان شاء الله بمشيئه الرحمن. دعوه حلوه للمصطفى كده لينا. يا بركه سيدنا محمد. بصوا احنا كده ايه عجناها وخليناها تستريح شويه، وكده ان شاء الله حضرناها وهنحطها ان شاء الله بمشيئه الرحمن. بصوا حبايبي احنا بنعملها كوره كده، بنحطها ايه في قلب الرغيف. حطيت معلقتين زيت في قلب طبق، ربع كوبايه ميه، وبقيت اعمل الرغيف لين الرغيف من بره كده عشان لما يخش الفرن ما ينشفش. ادي الحواوشي. بنسويه في الفرن، بنسويه على الصاجة، على الطاسة. نسيت اقول لكم انا حطيت قرن فلفل احمر كده اللي بيحبوا حامي.
كاختيارك. وحطيت معلقتين زيت. قلنا معلقه النشا ديت بتخلي اللحمه من جوه تقطم معاكي. بسم الله ما شاء الله بتبقى جميله. معلقه بيكنج باودر يا جماعه برضو حلوه جدا. بصوا يا جماعه انا كده حاطينه في قلب الصاج بتاع الفرن كده. ان شاء الله هندخله الفرن معاكم. اهو يا جماعه احنا كده دخلنا الفرن. اول ما يستوي ان شاء الله اوريه لكم من مشيئه الرحمن. بس يا حبايبي كده وبنقلب ايه بعمل ازاي. خليكي حريصه بايدك. بصوا حبايبي ادي الحواوشي. ادي الحواوشي اللي في الفرن. بسم الله ما شاء الله عليه. ده نقلب على الوش التاني. يا بركة حبيب رسول الله. عايزه افتحه لكم. بس الجمال جربوه وقولوا ايه رايكم. بصوا اللحمه ماسكه ازاي فيه. بسم الله ما شاء الله عليه. يا رب يجعله صحه وعافيه. بصوا يا جماعه دوت ايه دل على الطاسه من على البوتاجاز من فوق. عندنا طاسه كده نحط الرغيف فيها. ودي فحمايه. دي فحمايه ده اكننا ايه بسم الله ما شاء الله اكننا عاملينه على الفحم او على الشوايه. احنا مش حاطين له اي حاجه ولا اي دهون. يعني مش حاطين في الطاسه اي دهون. احنا بنستكفى بايه باللي هي اللي في قلب الحواوشي.
احنا لو ما عندناش الفرن شغال بعمله كده. بس بيتحمر ازاي، ما بياخدش وقت كمان على الطاسه. بصوا يا جماعه، يبقى بسم الله ما شاء الله عامل زي ده الظهر. ما يفرقش عن اللي في الفرن. هنعمل معاه، بصوا يا حبايبي، دي فحمايه ودي قطعه ليا صغيره. نحطها على الفحمايه ونقطه زيت كده، وبنغطي عليها بنكمرها مع الحواوشي، واكنك عاملاه على الفحم بالظبط. التكايه ديت يا جماعه جميله. التكايه دي من عندي انا حطيت ورقه ألمونيوم، وحطيت الفحمايه على النار، وحطيت قطعه ليا صغيره وعليها معلقه زيت صغنونه قوي، يعني نقطه زيت. بس حبايبي، اللهم صل على النبي، ادي الحواوشي. نفسي تدوقوه ونفسي تجربوه، وجربوها على الطريقه ديت. الطريقه دي جميله جدا ونتيجه حلوه، وبسم الله ما شاء الله. ادي الحواوشي من جوه يا جماعه، بصوا عامل ازاي. بصوا يا جماعه عامل ازاي، اللحمه عامله ازاي. وكمان لما حطينا له حته عود الفحم خلاها يعني اكنك عاملاه على الفحم بالظبط. ويا رب يجعله بصحه وعافيه، ويجعله وصفه سهله عليكم وبسيطه، وانا ببقى مبسوطه قوي لما بكون معاكم. اعملوا لي بقى لايك واشتركوا في القناه وفعلوا لي الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. ودعوه حلوه لام مصطفى، يا رب يكون عجبكم، ويا رب يكون انول كده اعجابكم. نفسي بقى يا جماعه تدوقوه، حاجه جميله والله. وبسم الله ما شاء الله، انت عامله الحاجه عندك في قلب البيت، حاجه خطيره. جربوا الوصفه ديت ان شاء الله تكون بألف هنا وصحه وعافيه عليكم وعلى اولادكم وعلى حبايبكم كلكم. نفسي كنت اقول لكم اتفضلوا معانا. الوصفه يا جماعه سهله وبسيطه، وما بتقعدش وقت في قلب الفرن. وريناكم ده اللي في الطاسه، يعني ما يفرقش حاجه عن اللي في الطاسه او في الفرن. ما عندكيش الفرن شغال ممكن نعمله على الطاسه عادي، وبسم الله ما شاء الله بيطلع زي الفل. انا عملت معاكم على الطاسه، واللي عملت معاكم اللي في الفرن. ويا رب تكون الوصفه سهله عليكم وبسيطه. وهو قعدوا في قلب الفرن، يعني ما بيقعدش يعني 10 دقايق في قلب الفرن، وما بيقعدش 10 دقايق كمان، ما بيكملش دقيقه فوق. بسم الله ما شاء الله. يا رب تجربوا الوصفه وتقولوا